تعالى وبركاته. الخوت والخواتات، السلام عليكم ونهار مبروك وجمعة مباركة لكم كاملين بدون استثناء. هذا النهار هذا ماشي جاي نهضر على شي واحد ولا جاي نتكلم على شي واحد ولا جاي نعطيكم الدروس ولا نعطيكم الموعظة. هذا النهار هذا جيت نتكلم لقاش راجعت نفسي، وهذا فضلا كبيرا لواحد الاخت اللي كنشكرها جزيل الشكر اللي عطاتني جوج تصرفيقات وفيقاتني من السباس ديالي وفكرت مزيان ولقيت راسي غير كنخربق. هادشي اللي بغيت نقول لكم، لقيت راسي غير كنخربق، لقيت راسي بواحد المستوى اللي ماشي هو انا وماشي ديالي. اول حاجه. ثاني حاجه، انا جيت نقول لكم كنهضر على راسي، انا ما كنهضر على حتى واحد، غادي نهضر على راسي. هذا النهار هذا يعني فاش قريت واحد الرساله يعني خدماتني بهذا المصطلح هذا كما كنقولوا باش نهضروا بالدارجه، مابقاوش نتصنعوا في الهضره، غادي نهضروا بالدارجه. حنا كمغاربه يعني كلشي كيفهم الدارجه. دونك فيقاتني من النعاس، واحد بحال اللي كنت مبنج، وجات هاد الاخت هذه اللي كنشكرها بزاف وغادي نبقى نشكرها طول حياتي، اللي فيقاتني من داك البنج ديالي. دونك انا تكلمت، هضرت، خسرت الهضره، قلت كلام طايح. هادشي اتحمل المسؤوليه ديالي، يعني جاسوم كما كنقول. ولكن المشكل اللي خاصنا نعرفوه هو ان الناس اللي كنفريكونطيو حنايا، اللي كنتكلموا معاهم واللي كنجاوبوهم، خاصكم تعرفوا بان هذاك هو النيفو ديالهم، هذاك هو المستنقع اللي عايشين فيه هما، لا عائلتهم لا هما لا حياتهم، يعني هذيك هي الحياه ديالهم. علاش؟ لنفرض مثلا ان واحد الانسان سبيتيه عايرتيه وعايرك، يعني بنادم كيرجع للور كيقول صافي كيأنبوا الضمير ديالو. حنا كآباء وأمهات يعني ما خاصناش نعطيو واحد الصورة للأبناء ديالنا. مثلا دابا كنهضروا في الفري، ما نهضروش في الفيرتوال. يعني واش نتوما ولدكم ولا بنتكم غادي تبقاو تعطيو واحد الصورة ديال تخسر الهضرة، واحد الصورة اللي كتخرجك من الضوء ديالك؟ راه ما يمكنش. يعني الانسان كيحاول يربي ولادو احسن تربيه، هذه من ناحيه. ثاني حاجه، هادشي ما عنده حتى شي علاقه كاع بهادشي اللي كنهضروا عليه، يعني هاد السبان وهاد الامور هادي ما عندها حتى شي علاقه. يعني كاين اللي عايش في هذا المستنقع، يعني هذا هو لو بليزير ديالو، يعني هذه هي هضرته، لحقاش ما عندوش واحد النيفو اللي يقدر يهضر عليه ولا يتكلم على موضوع ولا يدير شي حاجه في حياته. دونك باش كيجمع الجوقه خاصو يسب الناس وخاصو يعير الناس وخاصو الناس. وحتى هذوك الناس اللي كيتجوقوا، انا كنهضر على بعض الاشخاص اللي هما هذا هو لو بليزير ديالهم، يعني كتلقاهم هنايا والهي. دونك هاد الناس هادو اصلا حتى هما كيعجبهم داكشي، يعني هما كاش كيعجبهم داكشي ما غاديش يبقاو يتجوقوا هنايا ويلبسوا التكاشط ويدخلوا عند هذا بتقشيطه ويخرجوا عند هادو يلبسوا التكشيطه ويدخلوا عند الاخرى ويدخلوا عند الاخر. دونك انا اش نقول لكم، انا ما عمري ما ندم على شي حاجه درتها. هذه اول حاجه، يعني فاش كندير شي حاجه كنديرها باقتناع وكنديرها في الوعي ديالي. غير هي خاص الانسان ما يبقاش غادي معاهم في داك العيس ديالهم، لحقاش هما اصلا هذيك هي حياتهم، يعني ما عندهم ما غادي يعطيو لهذا المجتمع سواء في الخارج ولا في المغرب. دونك كنشوفوا تناقضات، كنشوفوا كذوب، كنشوفوا نفاق، كنشوفوا كل كيلبس ديك القضيه ديال بانه وطني وكيبغي يعطي واحد الصوره مغلوطه للناس على ان هذيك الصوره ديالو كانت في الحقيقه ماشي هذيك الصوره ديال بعض الاشخاص اللي كنشوفوهم كيتكلموا ولا كيقولوا بزاف ديال الامور. لحقاش كما كتلاحظوا دائما يعني يدور ويرجعوا لماكدور كما كنقولوا، يعني يهضر ولا تهضر ولا نهضروا على واحد الموضوع ومن بعد نرجعوا للنيفو ديالنا اللي هو تحت الصفر، اللي هو السبان والمعيور والانتقاد للهدام ماشي انتقاد البناء. يعني شفت راسي انا هي كنخربق وهذاك ماشي هو انا اصلا. دونك مخاصنيش انا نبقى في هذاك النيفو، هذاك المستنقع ماشي حتى نيفو، لحقاش هذاك ما حرام باش تقول حتى نيفو، لحقاش ماشي نيفو اصلا، هي مستنقع. وهاد الاشخاص يعني كيخلقوا يديروا مشاكل ما بين الاشخاص باش يبقى دائما هاد الصراعات وهاد السبان وهاد المعيور الوالدين والولاد والخوت والخواتات دائما يبقى قايم. علاش؟ لحقاش ما بغوش يخرجوا من هذا المستنقع. واصلا
حتى واحد ما كيضربنا على يدينا، يعني اي واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو فاش كيدخل لشي قناه يسمع السبان والمعيور، يعني راه حتى واحد ما كيقول له دخل لهنا ولا دخل لهنا. غير عندي واحد النقطه لخواتاتي العزاز وخوتي العزاز، دونك الله يرحم الوالدين، بحال هاد الفيديوهات ولا هاد لي لايف، الله يرحم الوالدين ما تعاودوش تصيفطوهم ليا، يعني راكم عزاز وغاليين، ولكن هاد لي لايف وهاد الحتال هاد المجتمع مابقاش باغي نسمعهم ولا نعرفهم فين كاينين اصلا. انا غادي نرجع كيف كنت شحال هادي، اللي بغاني مرحبا به، اللي ما بغانيش يخليه في داك المستنقع، لحقاش هذاك راه هو النيفو اللي كيقلبوا عليه، يعني بنادم اللي ما عندوش نيفو هذاك هو المستنقع ديالهم. يعني بنادم يمشي لهادو كيسمع السبان عند هذا الميكروب وعند هذه الميكروبه وعند هذاك وعند الاخر وعند هذه وصافي، يعني هذه هي الحياه. وغادي نقول اخر ميساج لديك الموسخه ديال